والله الا جاي عيان يلا حطت من الطياره الخاصه بعدا 15 مليون دولار ما مشاتش هكاك طمأنيت. تبارك الله تبارك الله. 15 مليون دولار كاع، واش هذه غتساعد بها الناس ديال الزلزال الحوز ولا الناس ديال الجنوب اللي اضطروا من الفيضانات؟ لا اش من حوز ولا جنوب الله يهديك. يلا شفت الفيلا ديال نسيبي راجل بنتي اللي شرب 15 مليون دولار ميامي بيتش في امريكا. نجل الملياردير وصاحب مجموعة الضحى أنس الصفراوي ونسيب أغنوش شرى منزل فخم بمساحة شاسعة على الواجهة البحرية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ فاق 15 مليون دولار. 15 مليون دولار. 15 مليون دولار. 15 مليون دولار. ايوا كي دايره الدنيا تماك؟ راه ميامي بيتش هذاك راه كاين غير الناس الالبه، تجلس غير مع السنيور، تصحاب راسك جالس هنا في عين ديال مع المقردين، تلقى اصحاب الميكروات ديال عاشوره كيقلبوا على البوس. تبارك الله على نسيبك السي اهنوش، كيسكن عباد الله في الكرتون ويقرجهم بالكريدي في السكن الاقتصادي ويمشي يتجبد ليك مع السنيور في ميامي بيتش فلوسهم. وإحنا رابحين غير مع المقردين، راه معاهم كنبيعوا ونشريو. كون كان عندنا شعب امريكان كون درنا فايت شحال هاد. سي اخنوش قلتي لينا في الحوار ديالك ان ملي غتصب الشتا غادي يخدموا الناس، ها هي الشتا صبت باقي ما شفنا والو. راه غير ما كملتش الهضره فعلا باش يخدموا الناس الشتا خصها تصب، لكن خاصها تصب بالفلوس.